كيكة شوكولاتة بطعم البراوني، طعمها يغير مودك من أول قطمة. مفيش خلاط، مفيش تعقيد، بمكونات في مطبخك هتعملي أحلى كيكة في نص ساعة. يلا ندخل على المقادير. أول حاجة هناخد نص كوباية زبدة، هنحط عليها كوباية كاكاو، وهنقلبهم كويس قوي ونسيبهم على جنب. الزبدة طبعا مدوبينها في الميكروويف. بعد كده عندنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنكسرهم ونحط عليهم معلقة فانيليا كبيرة. هقلبهم واحط عليهم كوباية ونص سكر. هقلبهم كويس قوي لحد ما اتأكد ان السكر داب معايا. وبعد كده هجيب الخليط اللي انا عملته واقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هحط معايا نص كوباية شوكولاتة اسبريد، انا عاملاها في البيت. لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتات. وهحط عليها كوباية دقيق منخول معاها رشة ملح صغير. وبس كده هحط الخليط في القالب. هدخلها الفرن على درجة حرارة 170. طبعا الفرن انا مسخناه من قبل ما ابدأ في الكيكة. هتقعد معايا ساعة الا ربع. بعد ساعة الا ربع هطلعها من الفرن، هسيبها تهدى شوية، وبعد كده هقطعها مربعات صغيرة. وبس كده. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، وبألف هنا.